بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم 4 طرق لعصير الخوخ، أحلى وأجمل عصاير للصيف، عصاير سهلة ومش بتاخد وقت. قبل ما نبدأ ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لما كنتوش مشتركين، وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ويلا نبدأ. دي كمية الخوخ اللي هنعمل منها العصير. الخوخ غسلته كويس، فراولة متلجة كنت مفرزاها، ليمون، برتقان، البرتقان غسلته وقشرته، جوافة كنت مفرزاها، موز، مية ساقعة، لبن، سكر، ومكعبات تلج. عندي الخوخ طري وناشف، هناخد الخوخ الطري هنعمله عصير. لو الخوخ ناشف وعايزة تعمليه عصير هتقطعي الخوخ بالسكينة بالطريقة دي، وتحطي الخوخ في حلة وتحطي عليه شوية سكر وتغطي الخوخ بالمية وتحطيه على النار يتسلق، وبعد ما يبرد شيلي البذر واضربيه في الخلاط. العصير الأولاني عصير الخوخ بالفراولة. هناخد الخوخ الطري هنعمله عصير، نقطع الخوخ ونشيل البذر بتاعه، نحط الخوخ في شفشق الخلاط ونحط عليه الفراولة، ونحط كوباية مية ساقعة و3 مكعبات تلج، ونحط 4 معالق كبار سكر. السكر حسب الرغبة، ممكن تحلي بالسكر أو تحلي بعسل النحل زي ما تحبي. نضربهم كويس في الخلاط، وجبت بولة فاضية ومصفى ونصفي العصير بالمصفى. كده العصير جاهز. لو عايزة عصير الفراولة لونه أحمر وطعمه أحلى ضيفي نص كوباية شربات فراولة، ودي اختياري. نزين الكاس بالشوكولاتة الفرماسيه. عندي عسل نحل وشوكولاتة فرماسيه، نحط حرف الكاس في عسل النحل وبعد كده نحطه في الشوكولاتة الفرماسيه، بيديني شكل جميل. الشوكولاتة الفرماسيه الأطفال بيحبوها، طعمها جميل. نصب العصير. كده خلصت العصير الأولاني، عصير الخوخ بالفراولة وشربات الفراولة، عصير صحي ومفيد. هنعمل العصير التاني عصير الخوخ بالبرتقان والليمون. المكونات: خوخ قطعته وشلت منه البذر، البرتقان غسلته وقشرته، ومعايا سكر ومية ساقعة ومكعبات تلج. أول حاجة هنعصر البرتقان في شفشق الخلاط. قطعت البرتقان طرنشات ونحط عليه كوباية مية ساقعة، ونحط السكر 4 معالق كبار سكر، السكر حسب الرغبة، ونحط مكعبات التلج ونضربهم في الخلاط كويس قوي. ونصفي البرتقان بالمصفى ونرمي التفل. كده عصير البرتقان جاهز، هنحطه على جنب. ونجهز عصير الخوخ. نحط الخوخ في شفشق الخلاط ونقطع ليمونتين ونحطهم على الخوخ علشان الخوخ ما يسودش. واخدت كوباية من عصير البرتقان هنحطها على الخوخ ونضربهم في الخلاط كويس قوي. نصفي العصير بالمصفى. وكده عصير الخوخ بالبرتقان والليمون جاهز. نزين الكاس بالشوكولاتة الفرماسيه. نصب العصير في الكاس. وكده خلصت العصير التاني عصير الخوخ بالبرتقان والليمون، عصير منعش ولذيذ وبيقوي المناعة. هنعمل معاكم العصير التالت عصير الخوخ بالموز والحليب. عندي خوخ قطعته وشلت منه البذر، والموز قشرته
ومعايا سكر وكوباية لبن ومكعبات تلج. في شفشق الخلاط نقطع الموز طرنشات، ونحط الخوخ، ونحط 4 معالق كبار سكر، السكر حسب الرغبة. نحط كوباية اللبن الساقع، ونحط مكعبات التلج ونضربهم في الخلاط. وكده العصير جاهز. نزين الكاس بالشوكولاتة الفرماسيه، نحط حرف الكاس في عسل النحل، وبعدين نحطه بالشوكولاتة الفرماسيه، ونصب العصير. وكده عصير الموز بالخوخ والحليب جاهز، عصير صحي ومفيد وطعمه جميل. هنعمل العصير الرابع، عصير الخوخ بالجوافة والحليب. هنعمل العصير طبقات. قطعت الخوخ وشلت منه البذر، ودي جوافة كنت مفرزاها، كوباية لبن ساقع، سكر، مكعبات تلج، وكوباية مية ساقعة. هنعمل العصير طبقات، علشان كده هنعصر كل حاجة لوحدها. أول حاجة هنعصر الجوافة في شفشق الخلاط، نحط الجوافة ونحط عليها كوباية لبن ساقع، نحط السكر حسب الرغبة، نحط مكعبات التلج ونضربهم في الخلاط. نصفي الجوافة بالمصفى، ونرمي البذر. خلاص كده عصير الجوافة جاهز. هنعمل عصير الخوخ. لو هتعملي الخوخ طبقات خلي العصير تقيل، ما تخليهوش خفيف. هنعمل عصير الخوخ في شفشق الخلاط. هنحط الخوخ ونحط كوباية مية متلجة، ونحط السكر، ونضربهم في الخلاط. ونسيت نحط عصير الليمون، هنحط عصير ليمونة علشان الخوخ ما يسودش. نصفي الخوخ بالمصفى، ونرمي القشر بتاعه. هنصب الكوكتيل في الكاس. عندي عصير الجوافة بالحليب، وعصير الخوخ بالفراولة والشربات، وعصير الخوخ بالليمون. نزين الكاس، وبعد كده نحط الطبقة الأولى عصير الخوخ بالفراولة والشربات. لازم العصير يبقى تقيل عشان تعرفي تعمليه طبقات. الطبقة التانية هنحط عصير الجوافة بالحليب، والطبقة التالتة والأخيرة هنحط عصير الخوخ بالليمون. وجبت كاس فاضي وزينته بالشوكولاتة الفرماسيه، وجبت كوباية عصير خوخ بالفراولة وكوباية عصير خوخ بالموز، وهنصبهم مع بعض في وقت واحد في الكاس بيديني الشكل الجميل ده. وجبت كاس كمان وهنحط فيه عصير الجوافة بالحليب. ودلوقتي هنزين وش العصير بالشوكولاتة الفرماسيه. لو عندك أطفال ما بيحبوش ياكلوا الفاكهة اعمليها عصير. عملت معاكم 4 طرق لعصير الخوخ: عصير الخوخ بالفراولة وشربات الفراولة، وعصير الخوخ بالبرتقال والليمون، وعصير الخوخ بالموز والحليب، وعصير الخوخ بالجوافة والحليب.
عصاير طبيعية وبدون مواد حافظة، أحلى وأجمل عصاير لحر الصيف. عملت معاكم أحلى وألذ عصاير. يا رب الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه. كنتم مع بسبس كيتشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.